سلام، تحية الإخوان والأصدقاء المتابعين لقناة مناضل. اليوم غندوي على واحد سبيسيال ديديكاس كاع 20 المتابعين ديالي والمغاربة. بغيت ندوي على واحد السجل مهم بزاف على هاد البلان اللي دار ايلون ماسك في الزيارة الأخيرة مع أردوغان، اللي بزاف الناس في العالم بصراحة ما توقعوهاش أو أنهم شافوها، وقالوا بأن ايلون ماسك بدا كيتخيبر لواحد الدرجة. ترى أنت اللي مخيبر أنت في الصالير ديالك 4 دراهم. ايلون ماسك سبحان الله العظيم من الناس اللي واخا انه ملياردير وخا الكونت ديالو ما كيساليش بالفلوس، ولكن بزاف د الحوايج غادي نطرقوا لهم وغادي نهضروا فيهم. تحيه لجميع الاخوان. بون الدراري غادي نرجعوا للسي جي ديالنا وغادي ندويو على هذا الموضوع اللي دار ايلون ماسك في الزياره مع اردوغان. باش نعرفوا ايلون ماسك واحد المقاول عالمي معروف بالمشاريع ديالو الجباره اللي كانت قبل ما يبيع يعني لابليكاسيون ديال باي بال. اول حاجه اللي كان خدم عليها هي سوق التداول ديال البورصات وخدم على باي بال. كانت الشركه ديالو باي بال اللي واحد الشركه اللي صراحه بغيتي تفيرسي فيها فلوس بطريقه ديال التداول العملات، انك كتوصل فلوسك بواحد الطريقه اللي غير محظوره، وفي نفس الوقت كتحط بطاقه التعريف الوطنيه ديالك وكتحط جميع المعلومات ديالك. ايلون ماسك قبل ما يتشهر وقبل ما يدير الشركه ديال تسلا اللي كتعتبر من الشركات الهرمات الكبار ديال العالم السيارات، يعني سيارات ذات المحرك واحد. اول حاجه غادي يديرها ايلون ماسك هو انه بيع باي بال باش يكاد الراسماليه ديالو. المهم قبل ما ندويو على هذا البلان هذا، بزاف الناس ما عارفينش الناسيوناليتي ديال ايلون ماسك كيتعتبر من مواليد 1973 في جنوب افريقيا. باش يعرف بزاف الناس ما عارفينش هذه المعلومات بانه ازداد في جنوب افريقيا. بعد ما ازداد في جنوب افريقيا حاول ايلون ماسك انه يمشي لكندا. اول حاجه دار كندا، مشى خدا بريباراسيون ديالو في الدكتوراه ايكونومي خداها في كندا. من بعد ما سالا الدكتوراه في كندا توجه اوتوماتيكمون لامريكا، وامريكا عاش فيها ظرفيه تقريبا 5 سنوات هي فين كون باي بال. ومن بعد ما دار باي بال باعو توجه سوق السيارات تسلا. باش نكونوا واقعيين، ايلون ماسك كيبان واحد الهرم اللي كبير من الناس الملياردير اللي كاينين في امريكان، وتقريبا الثروه ديالو كتتجاوز تقريبا 7 تريليون دولار او بالاحرى 7000 مليار دولار. باش تعرفوا هاد العدد اللي بزاف الناس واخا كيبان لك نتايا واحد الرقم اللي خيالي، ولكن هما عندهم ارقام عاديه. ايلون ماسك كيتعتبر من الناس يعني شنقول اللي غامقين، يعني الناس اللي ما معروفاش البيرسوناج ديالها او بالاحرى واخا كتريح معاه كيبين لك بانه انسان جبار، وبالاحرى انسان واعر. في نفس الوقت يبين لك عندك متغير الشخصيه تقريبا بحال الحربه، مره طريف مره خايب مره، لدرجه انه واحد النهار ايلون ماسك في الشركه ديالو تسلا نعس في واحد الشومبر صراحه ما كتجاوش تقريبا 3 متر، وهو راس ماليه ديالو تقريبا مليار دولارات. ومن يسولوه دوك الناس قالوا ليه علاش صراحه انت من الناس اللي واصلين، وعلاش انك ما الظرفيه ديال انك عندك الفلوس وهذا، علاش انت درتي هذا البلان؟ الجواب ديالو غادي يحيركم. قال لي انا عارف الثروه ديالي كلها انا بنيتها راسي، وبنيتها يعني بالافكار ديالي، وبنيتها طورت الشخصيه ديالي في نفس الوقت زيد النيفو. انا عارف الثروه ديالي بان ثروه خام او بالاحرى ثروه فرديه، الا وانه كنفضل انني نبيع وما نشريش. تخيلوا معايا هاد الفكره اللي عند ايلون ماسك، شكون كانت عند شي واحد مغربي راه بزاف. السيد ما كيبيع ما كيشريش، هو كاع هو غير كيبيع. باش عرف انه وصل لواحد النيفو ديال الافكار الايجابيه بزاف، لدرجه انه منين باع باي بال اوتوماتيكمون طلع النيفو
وشرا تسلا باش نكونوا واضحين. بالنسبه للشركات تقريبا عنده 10 شركات اللي كيشاركوا في الحساب الرسمي ديالو، من بينها سبيس اكس اللي كتعتبر من الشركات ديال الفضاء، او بالاحرى الشركات اللي مختصه في تصنيع الطائرات الفضائيه. وصراحه تعتبر ايلون ماسك من الشخصيات المؤثره في العالم، وان راس الماليه ديالو تقريبا 300 مليار دولار. وصراحه الشخصيه اللي كتعجبني في ايلون ماسك هي الشخصيه الغامضه، او بالاحرى الشخصيه اللي كتمتلك واحد الحس ديال العمل، ما عندوش هو اصلا الوقت باش يضيعوا على شي حوايج اللي كتبان غير عشوائيه. وصراحه الحوايج اللي عجبوني فيه تقريبا هو انه رياضي، ولو انه كيمتلك واحد السجل كبير انه في تصنيع السيارات بحال تسلا، اللي صراحه اول سياره كهربائيه دخلت في عالم يعني الموتور الثنائي الابعاد بالنسبه للسيارات. ولكن الحاجه اللي انه تعمق فيها البروجي اللي ما تصدقش ليه وتعمق فيه بزاف هو البروجي ديال سبيس اكس، يعني السفر عبر الفضاء، اللي انه ضيع فيه بزاف الاموال، وكانت بمثابه واحد خطوه كبيره باش انه يوصل لابعاد كبيره. صراحه واحد الصوره اللي عجبتني في ايلون ماسك هو انه كان غادي مع الطفل ديالو ورايح في الزياره الاخرى مع اردوغان. صراحه واحد النيفو اللي كيبين لكم الناس وصلوا لواحد النيفو اللي كبير، وكتعتبر ايلون ماسك من الشخصيات المؤثره في العالم، نظرا لانه انطوائي لواحد الدرجه، ولكن في نفس الوقت بين لهم واحد النيفو بانه كيعتني بالاطفال. هادشي علاش هز ولدو في الزياره مع اردوغان، وكيطلع انه يدير شركه ديال تسلا في تركيا. هذا هو الهدف ديالو في الزياره الاخيره. ولكن هذوك الناس يعني الناس الراسماليه كتلقاهم يعني كيجسدوا لك واحد الواقع بواحد المسافه كبيره، يعني كيتعتبروا من الناس المؤثرين اللي كيحاولوا انهم ينميوا الاقتصاد الوطني ديال بلادهم، عكس الدول الافريقيه اللي باقا غادا في واحد المسار اللي صراحه باقا ما وصلش لديك النيفو اللي خاصنا نشوفوه. تركيا من هنا لقدام غادي تولي تقريبا دوله صناعيه لسوق السيارات، نظرا لامتلاكها يعني لجميع المقومات، وجات في واحد المركز اللي حساس جدا في الخريطه. وفي نفس الوقت تركيا مقبله انها غادا تدخل في الاتحاد الاوروبي، وغادي يعني صراحه غادي بادره قويه انه غتدخل في الاتحاد الاوروبي، ولو انه هادشي جا تروطاغ. وتحيه لجميع الاخوان والمتتبعين لقناه منظر. الهدف ديالنا هو اننا نوصل لكم المعلومه، او بالاحرى نعطيكم معلومات اللي تستافدوا منهم، عكس الفيديوهات اللي غير كتبعوهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما عندهاش حتى شي افاده، لاننا حنا ولينا عارفين المجتمع مبني غير على هادشي التافه، والناس كيحبوا التافه. يعني نخلي الناس غاده، راه عايشين الحمد لله باش ما كان.